يا جماعة، هو احنا امتى هنفهم إن الحفظ مش مفروض يبقى معركة؟ يعني ليه كل ما نفتح الكتاب الكلمات تعمل لنا حركة السلام عليكم، احنا طايرين؟ تحفظ وتعيد وتقفل الكتاب ثانيتين، تفتح تاني تلاقي الكلام قلب حذر فذر. ولو جيت تراجع تحس إنك أول مرة تشوفه، وتقعد تقول لنفسك أنا ذاكرته امتى؟ ولا ده بتاع حد تاني؟ بص، ولا الموضوع ضعف تركيز ولا انت أقل من أي حد. احنا بس بقالنا كتير بنحفظ بالطريقة الصعبة، مع ان في طرق أسهل بكتير وتخليك تفتكر من غير ما تتعذب. ودانينا اهو، في أقل من 5 دقايق هقولك ليه الحفظ بيطير وازاي تخليه يثبت من غير ما تبذل مجهود خارق ولا تدخل في دراما. أول سبب إن الطريقة اللي بتحفظ بيها نفسها قديمة، بتحفظ من غير ما تفهم ومن غير ما تربط حاجة بحاجة. عارف لما تبقى في مكالمة وانت أصلا مش مركز في اللي بيتقال، وبعدين يجوا يسألوك فهمت؟ فتقول تمام، وانت أصلا ولا فاهم ولا نص فاهم. هو ده بالظبط اللي بيحصل لنا واحنا بنحفظ، نقعد نرغي مع الكتاب من غير ما نبني أي علاقة بين المعلومات، فتطير أول ما نقفل الصفحة. السبب التاني، انت بتيجي تحفظ بالعافية فوق العافية، تفتح الكتاب وتقول له هات كله في المخ دلوقتي. لكن الحقيقة المعلومات كتير، وانت بتحاول تدخلها كلها مرة واحدة، فبتدخله في خناقة وتلاقي المعلومات ماشية تقولك لا معلش احنا جايين بكرة، النهاردة زحمة. الحفظ محتاج مساحة ووقت وممارسة، مش كبس. تالت سبب إنك بتحفظ بنفس الطريقة مهما كان المحتوى. بتحفظ علوم زي ما بتحفظ تاريخ، وتحفظ رياضة زي ما بتحفظ قصة، وبتحفظ كلمات زي ما بتحفظ قوانين. وده شبه إنك تدخل ماتش كورة ومعاك مضرب تنس، هي الفكرة لطيفة بس مش مناسبة. طب خلاص، اتفقنا إن الحفظ مش المشكلة، الطريقة هي المشكلة. تعال بقى نسيب الأسباب ونخش في الجزء اللي هيغير اللعبة كلها. جاهز؟ يلا بينا. أول حل، ما تقفرش على الحفظ على طول. افهم الأول، حتى لو الفهم بياخد دقيقتين زيادة هيوفر عليك ساعات مراجعة. الفكرة بسيطة، لما المعلومة تكون منطقية هتدخل وتثبت. تاني حل، اقسم المعلومة لحتت صغيرة، ما ترميش على نفسك فصل كامل مرة واحدة. اللي بيحفظ كتير مرة واحدة ده زي اللي ياكل 4 سندوتشات ورا بعض، هيقعد بعدها مغمى عليه ساعتين. لكن لو قسمتها، كل جزء يدخل بسهولة ويتراجع بسهولة. الحل التالت، اربط المعلومة بحاجات انت فاهمها أصلا. يعني لو بتحفظ تاريخ، اربط الأحداث ببعض زي مسلسل. لو بتحفظ كلمات، اربطها بجملة مضحكة. لو بتحفظ قوانين، اربطها بمثال صغير. المخ بيحب الحاجات اللي ليها قصة، مش الحاجات اليابسة اللي ملهاش معنى. رابع حل، التكرار بس بذكاء. مش تعيد نفس الكلام مليون مرة ودماغك تقولك طب احنا هنعيد لحد امتى؟ اعمل كده، راجع بعد 10 دقايق، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع. التكرار على فترات مختلفة هو اللي بيثبت المعلومة. خامس حل، طبق. اكتب، اختبر نفسك، قول المعلومة بصوت عالي، اشرحها لصاحبك حتى لو مش فاهمك. لما تستخدم المعلومة بتتثبت 10 مرات أكتر من مجرد إنك تبص عليها. سادس حل، اظبط المكان اللي بتذاكر فيه. لو المكان عامل زحمة هتحس إن الحفظ بيهرب عليك. رتب الترابيزة، حط كوباية المية اللي بتحسسنا إننا productive، وقفل الحاجات اللي بتشتتك. مكان نظيف يساوي حفظ أسرع. الحل السابع، احترم وقتك القصير. التركيز عند أغلبنا مش بيكمل أكتر من 25 دقيقة. مش عيب، طبيعي جدا. اعمل كده، احفظ 25 دقيقة، خد 5 راحة وارجع. الراحة مش رفاهية، الراحة جزء من الحفظ. في الآخر، الحفظ مش محتاج موهبة ولا قدرات خارقة، هو بس محتاج طريقة صح، ولو طبقتها هتحس بالفرق من أول يوم. وبما إنك وصلت لحد هنا، فده معناه إنك جاهز تبدأ بداية جديدة. اكتب لي تحت كلمة واحدة، جاهز أتغير. اكتبها لنفسك قبل ما تكتبها ليا، كأنك بتقول خلاص أنا هبدأ أذاكر بذكاء مش بعذاب، وأنا هرد عليك. لو حسيت إن الفيديو فادك، شاركه مع صحابك، يمكن يكون سبب إن حد منهم يبتدي يذاكر صح زيك.